السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا البنات. نبداو كلامنا بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. يا ربي مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد وهذا الروتين جديد. نشارك معكم هذا الروتين اللي خفيف ظريف هكا دغيا بالزربه. كنت غي هكا كنشقاو هادي وقلت علاش ما نصورش معاكم، نيت نحط فيديو ما نغبرش تاني بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا معايا خواتاتي هنايا راه هكا من مور الغدا دزت هنايا ندور شويه بالكوزينه، حكيت هاد الكراسه هادو ديال الكوزينه هكا ديال الطبيبله ديال الكوزينه. صراحه كانوا موسخين، حكيتهم بالحلفه انا مولفه غير كنمسحهم، نرش ليهم هكا شي برودوي ولا شي حاجه ونمسحهم صافي على حساب دوك الرجيلات كنخافوهم يتصداو. ولكن اليوم راه حكيتهم مزيان، صراحه كانوا موسخين. راكم عارفين هاد اللون اصلا دغيا كيبان فيه الوسخ، وعارفين الدراري الصغار كيكونوا ايديهم مسخين وكيبقاو يهزوا هكا الكراسه وداك الشيء. صافي هنا راه غسلتهم وشللتهم، دابا غير كنمسح فيهم ونردهم لبلاصتهم صافي. ودزت هنايا غدا نمسح هكا هنايا البوطاجي وهاد الجليج وهاد العجانه وداكشي هكا اللي فوق اللي فوق البوطاجي. مره هكا ندوز عليه باش راكم عارفين راه الغبره وضروري هكا مره باش يبقى كلشي نقي. المهم راه كنرش هاد البرودوي هذا ديال بيم، صراحه زوين هاد البرودوي وما فيهش الريحه اللي مجاهده هكا بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه، وصراحه كيقضي على الدهون وعلى هذا على الوسخ وداك الشيء، صراحه زوين. المهم انا كنستعملو هكا البوطاجي، كنستعملو حتى الفران. المهم هو متعدد الاستعمالات، كنمسح به حتى هذا البلاكار ديال الصبابط، واحد الطويبله حتى هي عندي حتى هي بيضه كنمسح كنرشو كنمسحها. المهم زوين البنات كينقي الصراحه. صافي كيف ما شفتوا هنايا راه رشيت ودوزت على البوطاجي كامل ومسحت هذا الشيء حتى هو اللي كان هنايا فوق البوطاجي. صافي نرجع هنايا كل حاجه لبلاصتها. هذه حتى هي ديال الزيت راه كتزيت حتى هي، وهنايا قريعه ديال الزيت حتى هي نمسحها. اصلا كنت يلاه غسلتها وكبيت فيها الزيت عاودت مسحتها دابا. وهنايا هاد البلاكارات هادو حتى هما هاد المجوره دايره فيهم هنايا العطريه ودايره المعالق وهنايا شي ماعن هكا دوك سميتو الباطور وهذا والميكسور وهذا الشيء. المهم دايره هنايا هذه هنايا بلاصه هذا بلاصه العطريه. صراحه راه كتوسخ بلاصه العطريه راكم عارفين. انا دايره هنايا البنات هاد البابي باش كتجيني ساهله ملي كنبغي نمسح، وهكا كنبقى محافظه على داك هاد المجر هذا، يعني كيبقى داك العود نقي. دايره هاد البابي صراحه زوين، غير نقدر ندوز غير هكا غير زويف ناشف هكا صافي كيتنقى وكيولي مزيان. صافي هنايا راه ندير نمسح وكنعاود نشف. هنا تاني دايره داك التخربيق ديال اللي كنحتاج هكا ديال الحلوى المقاس. المهم شحال من حاجه هنايا جامعه هنايا. اسمحوا لي البنات راه ضربني شويه ديال البرد، ما شكيت عليكم. راكم عارفين هاد الجو البنات راه كلشي الله يسر امريض، حيت كيسخن الحال شويه كيرجع تاني. المهم اليوم راه عندنا حنا البرد. هاد النهار هذا البرد والبارح كانت صابه الشتا كانت هكا كتنقط، وقبل كان الصهد كانت الحراره ديال بصح بحال راه الصيف صافي دخل. صافي المهم تما البنات راه خليت دوك المجوره يتهواو شويه وغادا نمسح داكشي اللي كان فيه ونردهم. هنايا جيت عاوتاني لهاد الطويبله هادي، شوفوا راه خرجت عليها، شوفوا كنحط عليها هكا طاجين سخون، واخا كندير ليه هذيك اللعيبه اللي كدار لتحت وهادي. شوفوا كي ولات ليا الطابله بيضه، حيت ما كنديرش لها القلع، كنديرو غير مره.
ايوا صافي هنايا راه درتو. المهم مسحتها حتى هي بداك منظف الخل، حتى هو زوين البنات هذاك المنظف، يعني حتى هو متعدد الاستعمالات. تستعمليه شحال من حاجه، كنستعملو انا لهكا البوطاجي، الطابله، كنطوي به لا ماشين ديال الحوايج. المهم شحال من حاجه، زوين 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 كينفع. ايوا صافي من بعد ما جمعنا الروينه وداك الشيء، صافي سالينا الغدا وهذا. صافي جيت هنايا نعطر الدار، كنرشها بهذا البرودوي صراحه ديال العنبر، زوين زوين، فيه واحد الريحه فنه، وباش زوينه البنات كتبقى الريحه، يعني ماشي كترشي ديك الساعه كتشمي ريحه زوينه وكيتحيد لا، كيبقى يعني كتبقى ديك الريحه حتى للغد. زوين صراحه كيعجبني هذا. حتى هو كناخذوه البنات من بيم، صراحه بيم فيها شي برودويات لي زوينين، شي حوايج فيها صراحه اللي زوينين. صافي من بعد البنات ما ساليت، عطرت الدار كامله وجيت هنايا غادا نصايب هنايا كيكه ديال المول العجيب ديال الحامض. درت هنايا 2 بيضات، والسكر كيبقى حسب الذوق، واحد نص كاس ولا كاس ديال لاروب، وحكيت القشور ديال الحامض وشويه ديال الملحه. صافي كنطرب البيض مزيان غير بهاد الفوي هذا. صافي ودرت نص كاس ديال الزيت، ودرت حتى كاس ديال الحليب. صافي وغادا نبدا نضيف هنايا في الدقيق تدريجيا، واحد 2 خمارات وزن 8 غرام. صافي هنا راه كنضيف الدقيق تدريجيا، عيني ميزاني. المهم هي راه كتهز تقريبا 2 كيسان وربع ديال الدقيق تقريبا اللي كتهز. صافي البنات من بعد ما خلطت مزيان، درت هنايا واحد تقريبا واحد ربع كاس ديال الحامض اللي عصرته، كنخليه هو الاخير حتى المرحله الاخيره. صافي درتو هنايا. صافي وغادا نعاود نخلط. صافي وغناخد المول ديالي اللي دهناه بالزبده، وغادا نخوي فيه الخليط ديالي وندخلو الفران اللي كنكون ديجا شاعلاه قبل، يعني حتى كيسخن الفران هذا كندير الكيكه ديالي. صافي وهنايا من بعد ما طابت ليا الكيكه راه كتجي زوينه وخفيفه البنات، كاع ما تحتاج اصلا انكم تسقيوها ولا شي حاجه، كتجي رطبه وزوينه. صافي هنا غادا ندوز باش غادا نصايب الكريمه ديال الحامض اللي ساهله ما فيهاش شي حاجه. المهم ندير هنايا 2 كيسان ديال الحليب، هذاك نص لتر ديال الحليب اللي كان خديت منه كاس باش درت الكيك، بقى فيه 2 كيسان هو اللي كندير هنايا في الكريمه. صافي غادا ندير 2 معالق كبار ديال كريم باتيسير، عندي انا هذه بنكهه الحامض ماشي ضروري. تقدر تكون غير هذيك العاديه، وراه في الاخر غديروا معاها تاني ربع كاس ديال الحامض، تقدروا ديروا حتى راس معلقه ديال نكهه الحامض. المهم انايا درت 2 معالق هنايا كبار ديال كريم باتيسير كيف ما قلت لكم بالنكهه ديال الحامض. والسكر كيبقى حسب الذوق، تقدروا ديروا واحد 2 معالق كبار ديال السكر ولا 3 على حساب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما. صافي كنخلط الكل مزيان هكا على البارد. من بعد غادا نزيد نضيف تاني واحد ربع كاس ديال الحامض. صافي وغادا نديرهم فوق البوطه حتى كيغلاو مع التحريك المستمر. صافي هنايا من بعد ما غلات ليا ديك الكريمه، صافي كنديرها هنايا فوق وسط الكيك. صراحه البنات راه كتجي زوينه ومنعشه لعشاق الحامض، هكا اللي كتبغي كيكه ديال الحامض وعزيز عليها ديك النكهه ديال الحامض، هذه راه كتجي زوينه وكتجي بارده. تقدروا تزينوها باش ما بغيتو، تقدروا ديروا فوق منها هكا ديسير اي حاجه عندكم. المهم انا راه خليتها غير هكا طبيعيه، زوقتها غير بشويه ديال الحامض من الفوق. صافي ودرتها في الثلاجة وصافي. وهنا راه مشيت لدارنا، مشيت عند ماما ديتها معايا. هانتوما البنات كيفاش كتجي، راه كتجي رطبه ديك الكيكه، كتجي مفشفشه وكتجي رطبه بزاف.
وديك النكهه ديال الحامض كتجي فيها باينه كيف ما قلت لكم. اللي كتبغي الحامض دير هاد الطريقه راه كتجي زوينه. صافي البنات من بعد خرجت انا وماما هكا، غير كانت خاصني شي خضيره او شي حاجه، خرجت انا وماما وبناتي خديت داكشي اللي خاصني صافي وجيت في حالي. هنايا راه الليل، ونشارك معكم بالزربه اشنو خديت. المهم خديت هنايا هاد الفيطات هادو ديال الكوزينه، خديت هنايا جوج، وخديت هاد السرابات حتى هما ديال الكوزينه هادو بيضين، هادو من دوك اللي كيبيعوا ديال المطار. صراحه زوينين هادو البنات، حتى هما غادا نصبنهم وغادا نستعملهم. وسمحوا لي البنات على الاضاءه، راه ما عنديش الاضاءه في الليل، كتكون عندي الاضاءه ناقصه الصراحه. صافي خديت هنايا هاد التخربيق هادو ديال الدراري الصغار، راكم عارفين تدخلوا عند دوك صحاب 100 ضروري تيلصقوا لكم على هاد الشيء. المهم خديت ليهم هادو. صافي خديت هنايا واحد البواطه ديال الفرماج وهاد الفريزه هادي صراحه زوينه هاد الفريزه، كتعطيك الترطيب وحتى اللون زوينه. خديت هنايا هادي البنات، كنت في الاول غنستعملها للكوزينه صراحه، كنت غندير فيها الزيت هكا الاير فراير ولا شي حاجه هكا في المقله، ولا هادي كنت باغا ناخذها للكوزينه. صافي من بعد بانت لي هادي حتى هي زوينه، حتى هي ديال الاير فراير. الا بغيتو ديروا هكا الفريت غير كترشوا هكا ولا شي حاجه هكا في المقله ولا حتى اللاطه، المهم زوينه خديتها. صافي والاخرى نخليها هكا للشعر، كدار للشعر كديري هكا شي زيت هكا كتستعمليه لشعرك، كتبغي تشقي فيه شعرك ولا هذا كديري هذيك. صافي جيت نشارك معكم هادو حتى هما كنت خديتهم صراحه، هادو كنت خديتهم من كازا زوينين حتى هما، كنت حاطه عليهم العين شحال وانا باغا ناخذهم. صافي وخديتهم، كنت باغا ناخذهم وكنسمع كيقولوا لا كيتقشروا ماشي صحيين، هما راه سيليكون صراحه زوينين، انا عجبوني. دابا راه استعملتهم، راه شي 4 ايام هادي ولا 5 ايام باش خديتهم وكنستعملهم صراحه زوينين، صراحه الله زوينين. هادو كينفعوا هكا المقالي كرانيت باش هكا ما يتقشروش ليكم، زعما ما تستعملوش المعلقه، وفيها بزاف ديال هادو، فيها 11، المهم 11 بياسه. فيها هاد السباتيل، هاد الصفايه، فيها ديك الشيتا اللي كدهنوا بها البيض، هاد لالوش هادي، فيها حتى الباطور هذا الطراب اليدوي. صراحه الطراب اليدوي ممكن يكون كيتقشر، يمكن غيكون كيتقشر، ولكن هادو سيليكون. طراب الومنيوم ومصبوغ من الفوق بالكحل، يعني هذا كيقدر يكون كيتقشر. انا ما غاداش نستعملو كاع، عندي الطراب عندي اينوكس وعندي واحد ديال بلاستيك، ما غاداش نستعملو كاع، نستعمل غير الاخرين وصافي. المهم راه غينفعوا. المهم البنات هادو راه كنجيبهم انايا سيغ كوموند، يعني انا كنتقدى السلعه اللي بغيتوها البنات، الماعن المانط الحوايج اي حاجه كنجيبها سيغ كوموند. عندي جروب في الواتساب اللي مهتمه وبغات هكا تقدى مره داكشي زوين وكاليتي اللي زوينه، تقولها لي نخلي لها الرابط ديال الجروب ديالي ديال الواتساب مثبت في اول تعليق، ودخل مرحبا والف مرحبا. وزعما خاصه غير بنات هكا برشيد اللي تبغي شي حاجه مرحبا بها. المهم انا اغلبيه البنات زعما اللي كنعرف راه داخلين عندي الجروب وعندي هنا في القناه. المهم اللي بغات تقدى هكا لي زارتيكل اللي زوينين وكاليتي اللي زوينه، نخلي ليها الرابط تدخل عندي مرحبا والف مرحبا. صافي هنا كنوريهم ليكم كيف ما كتشوفوا كاينين البنات في الالوان، كاين الكحل الكري الابيض الغوز، المهم غير داك الالوان صراحه الكري والغوز، وداك كاين داك الخضيدار، كاين حتى الحمر. هذوك الالوان المفتوحين كيتصبغوا بداك الخرقوم، وراكم عارفين الخرقوم والتحميره وهذا كيتصبغوا، يعني خاصكم ضروري كل مره فيما تستعملوهم خاصكم ديروهم في جافيل مزيان حتى يتحيد منهم داك الصفوريه وهذا. المهم انا خديت هنايا هاد النواغ غير على حساب عندي، يعني هاد الشيء في الكوزينه في النواغ، عندي هاد الاير فراير في النواغ، عندي العجانه حتى هي فيها الابيض والنواغ، داكشي علاش قلت ناخذهم هنايا في النواغ.
صافي البنات، هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من واحد لايك، تعليق محفز اللي عجبكم الفيديو بطبيعة الحال. وشكرا لكم بزاف على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.